السلام عليكم، صافا بخير؟ هانيين؟ صحتكم مزيانه؟ اموركم بخير؟ المهم جاتني واحد الفكره في راسي، قلت نبارطاجيها معكم ونسولكم نتوما نيت. شنو الفكره اللي تبغي تشوفوها ان شاء الله في العام الجديد؟ حيت دابا شهر 12 راكم عارفين كاينين الماتشات، كاينه كره، ما غنقدر نحط حتى شي حاجه. ديجا خديت الريسك وحطيت واحد البروجي اللي هو العقرب وما مشاش مزيان. المهم غنيفيتيو هاد البلان هذا، كما قلت لكم دابا حنا نخدموا على حوايج جداد. قولوا لي نتوما شنو نوعيه الفيلم اللي بغيتو تفرجوا فيها ان شاء الله في شهر واحد، باش انا نقدر نصور لكم داكشي اللي نتوما باغيين. يعني الفيلم الجاي ان شاء الله يكون من الاختيار ديالكم ومن العقل ديالكم. يعني كل شيء كتب لي هنا شنو هو النوعيه ديال الفيلم اللي بغيتي ولا اللي بغيتو، وانا غادي نشوف شحال كاينين ديال الافلام اللي بغيتو والتقارب اللي بيناتهم، وغنعزل جوج ثلاثه ديال الافكار، يعني شنو مناش المزيج اللي بغيتو منه الفيلم، وغنحط لكم سونداج وغديروا لهم نتوما التصويت ان شاء الله. يلا كتبوا لي دابا. وهاد ليستوار هادي بالضبط اللي هي شمس ظلامي، الطريقه كيفاش مكتوبه ولا كيفاش القصه معروفه في الفيسبوك بواحد الطريقه زوينه وواعره وخاصه بزاف د الحوايج باش تصور. حيت كان بامكاني انني نوض نصورها حيت هي دايره البوز وانا عارفه غتبوزي، فهمتوا؟ مي ليستوار خاصها واحد لي مويان اللي ان شاء الله حتى هي وحده من القصص اللي غيتصوروا في العام الجاي كيف ما قريتوها وكيف ما تخيلتوها. يعني شمس ظلامي باقا واحده من لي بروجي والاهداف اللي غنصور ان شاء الله في العام الجاي، واخا يكونوا صوروها الناس واخا تكون تصورات ديجا، فهمتوني؟ يعني ان شاء الله غادي نصوروها وغادي تخرج بالطريقه اللي نتوما قريتوها بها وتخيلتوها بها، ونتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا باش نحطوها بواحد الطريقه اللي واعره وزوينه. انا دابا خدام على بزاف ديال لي بروجي كما كنقولوا غابر باش نحاول نحط لكم بزاف د الحوايج اللي غادي يعجبوكم في العام الجاي. صراحه هارون فيلم اللي واعر، حنا كنا كتبناه في 2019 وكان تقريبا خاص 2020 كاع نكونوا صورناه وحنا، وبقينا كنأجلوه عام بعد عام بعد عام بعد عام. علاش؟ حيت كفكره هو فكره زوينه، فكره واعره. كنت كنتمنى زعما كنكون تعرفت على شي مخرج ولا جاتني شي بوسيبيليتي باش نقدروا ندوزوه في السينما ولا شي لعبه بحال هكا، احسن من انه يتبان في يوتيوب ولا نبيعوا الفكره ديالو لشي مخرج مثلا ندوز في التلفازه. مي كوعد مني وكلمه ديال الرجال كما كنقولوا، ان شاء الله هاد العام اللي داخل، انا عارف كل عام كنت كنقول نفس هاد الهضره هادي، ولكن دابا والله الا كنقول لك كلمه ديال الرجال، هاد العام ان شاء الله هارون غيتصور كيف ما قسم الله وكيف ما بغى يجي وغنلوحو. حيت لي مويان اللي عندي راه ما كيخليونيش نصور كاع الافلام ولا كاع الافكار اللي عندي بالطريقه اللي كنتخيلهم بها، ضروري كيكونوا شي عراقيل وشي مشاكل. مي نتمنى ان شاء الله العام الجاي يكون كلشي بخير. ودابا اللي بقى لي نقول لكم وتصبحوا على خير وتسناو الاعمال اللي جايه ان شاء الله بقوه، حيت جايين بزاف المفاجات في العام الجاي ان شاء الله. الله يخلي لنا غير الصحه والعافيه وما تجي شي مرضى اللي زعما تهرس هاد الدريتهم اللي غاديين بيه دابا. راه العام الجاي باذن الله تعالى بالصحه والعافيه غادي تشوفوا شي حوايج اللي غادي يعجبوكم. سيرتو انني غادي نولي خدام على الانستغرام ديالو بصح، يعني غادي نبدا ندير الكرياسيون كونتوني على الانستغرام، حيت انا هاملو بزاف. كنهز لقطات من افلامي وكنحطهم هنا، مي دابا غادي نحاولوا نديروا ليه شي محتوى اللي خاص بالانستغرام. يعني في انستغرام غتبقاو تشوفوا شي حوايج اللي غادي يعجبوكم، وانتوما غتشاركونا زعما الاراء ديالكم فيها وشنو بغيتو تشوفوا، شنو الجديد اللي بغيتو تشوفوه. يعني نخليو انستغرام هنا ويوتيوب ليه اللي باغي يتفرج في شي حاجه ديال الافلام وكذا ديال غيمشي لليوتيوب. شي واحد بغى يتفرج في شي حاجه في الانستغرام غندير لكم فاش تفرجوا في الانستغرام. صافي هذا بلان مزيان. يلا سيروا دابا تصبحوا لي على خير وتسناو داكشي اللي جاي.